أطالب اليوم الجهات القضائية المعنية باستدعاء حسن نصر الله للتحقيق معه، حتى ولو بصفة مستمع إليه فيما يملكه من معلومات عن الجهة المتورطة وعن علمه المسبق. انطلاقا مما تقدم، نعلن أننا الأسبوع القادم سنتقدم بشكوى جزائية أمام القضاء اللبناني المختص، يعني أمام النيابة العامة التمييزية ببيروت، ضد المنظمة المسلحة المسماة حماس الفلسطينية، التي مع ما ارتكبته انطلاقا من الأراضي اللبنانية تكون قد عرضت لبنان وشعب لبنان للأخطار وجر الجمهورية نحو حروب وأزمات، على أن يشمل التحقيق كل المتورطين، كل المحرضين واللي كانوا على معرفة مسبقة بعملية إطلاق الصواريخ ولم يبلغوا السلطات اللبنانية، الأمر يلي بيجعل من هؤلاء من ضمن المتورطين بالعملية المذكورة. كذلك سنقوم بمراجعة لدى رئيس حكومة تصريف الأعمال الأستاذ نجيب مئاتي، لنطالبه فوراً بضرورة اتخاذ قرار بالحكومة اللبنانية بحظر أنشطة منظمة حماس الفلسطينية وإبعاد وطرد كافة المسؤولين المتواجدين على الأراضي اللبنانية ومنع من الدخول إلى الأراضي اللبنانية.